مين فينا ما دخلش بئر يوسف؟ يوسف كان طفل صغير اتعرض لأزمة مع إخواته بسبب مشاعر حقد أو غيرة أو غل. إيه اللي حصل ليوسف؟ إزاي اتعرض للأزمة دي؟ إزاي قدر يواجهها؟ إزاي عاش لحظات الأزمة كلها؟ إزاي إخواته قدروا إن هم يتنمروا عليه بالشكل ده اللي وصلوا إن هو يتعثر في أول حياته فترة المراهقة؟ مين فينا ما تعرضش لأزمة من الأزمات اللي ممكن توقف حياته وتعرضه لمشكلة كبيرة؟ تعالوا نشوف إيه اللي حصل. انتوا عارفين إيه اللي حصل؟ هو حد زقه جوه البير. انت تخيل نفسك ان انت واقف وحد زقك جوه البير، بس للاسف هو كان عارف مين الحد ده، وللاسف حاول يقاوم، وللاسف اتعرض لكل مخاطر البير. اتعرض ل3 ظلمات: ظلمة البير، ظلمة القهر، وظلمة الحرمان. عارفين يعني ايه ظلمة بير؟ يعني ظلام كامل. مخاطر تانية صحية، ممكن يتعرض للموت في كل لحظة هو موجود فيها داخل البير. ظلمة الحرمان، اتحرم من اهله ومن المشاعر الايجابية ومن كل الناس اللي في حياته. طيب ظلمة القهر، هو حاول يدافع عن نفسه وما قدرش. تعالوا نشوف هو عاش احداثه ازاي جوه البير. وحاول يقاوم، حاول يقاوم. طب هل نجح في المقاومه الاولانيه معاهم؟ لا، ما نجحش. طب ايه اللي حصل؟ اضطر ان هو يتعايش مع الازمه. طيب نجح ازاي جوه البير؟ هو استعان بالله. انت بتستعين بمين لو انت دخلت جوه ازمه زي دي؟ هتستعين بمين؟ علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بعت له الانقاذ، بعت له السياره. لو انت اتعرضت لازمه بئر يوسف، هل جات لك السياره اللي انقذتك من الازمه اللي انت كنت فيها؟ لما جالك الانقاذ هل قدرت تتجاوب معاه؟ هل كنت ايجابي وقدرت ان انت تستجيب للمساعده الخارجيه اللي هم حاولوا يساعدوك بيها؟ طيب انت خرجت دلوقتي من البير، لما خرجت ايه القرارات اللي خدتها؟ قدرت تكون مكمل بطريقه ايجابيه، ولا انت بتبص لورا؟ لسه ما زلت بتبص لورا وبتبص على اللي زقوك جوه البير وعلى الاخطاء اللي انت وقعت فيها؟ لو انت قابلت الناس اللي عملوا معاك كده، هتتصرف معاهم ازاي؟ هل هتشغل نفسك ان انت تصلح من اخطائك ومن عيوبك وان انت تشوف طريقك اللي جاي، ولا هتشغل نفسك ان انت ازاي تنتقم لنفسك ولكرامتك وللي حصل معاك؟ لو انت حد ايجابي هتركز على طريقك. سيدنا يوسف لما خرج من البئر حاول بكل الطرق ان هو يكون ايجابي مع نفسه، ان هو يستجيب من كل الاحداث اللي هو ماشي فيها. استفاد من بيت العزيز، استفاد من السجن اللي دخل فيه، استفاد من الناس اللي اتعامل معاها، وكانت النتيجه ان هو حط خطه للنجاح. استغل كل موارده وكل امكانياته ومهاراته وقدر يشتغل على نفسه علشان لما هو يخرج من البئر بطريقه ايجابيه هيقدر يصلح كل اخطاء الماضي اللي عرضته لمشاكل كان ممكن تودي بحياته بالمره، لكن هو في الاخر حسب طريقه، حسب احتياجاته، حسب اهدافه، وفي الاخر خطط للنجاح. وهو ده اللي حصل فعلا. شوف نفسك انت فين بالظبط من بئر يوسف. انت في انهي مرحله؟ هل انت لسه واقع جوه البير، ولا انت خرجت فعلا، ولا انت لما خرجت قادر تتعامل مع نفسك ومع اهدافك بطريقه ايجابيه؟ هل وصلت للنجاح؟ انت بس اللي هتقدر تحدد ده، انت بس اللي هتقدر ترسم طريقك. اختار طريقك بنفسك.